السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس جنوب أفريقيا على استاد القاهرة اللي خسرنا فيها 2-1، اللي أنا مش فاكر آخر مرة خسرنا على استاد القاهرة إمتى أفريقيا. لازم الإدارة تتحرك. طب فين الصفقات؟ النهاردة داخلين على 20 شهر، قرب يخلص ومفيش صفقات. طب فين التجديد؟ ربيعة، ياسر، أكرم اتفق مع الشمال القطري. الراجل عايز يروح يقعد مع مراته التانية في قطر، فمش مهم. الأهلي ضيع تاريخه، مش مهم، عادي. لعيب عالجناه مرة واتنين وتلاتة، 2 صليبي، مع السلامة. طب أكرم هو اللعيب اللي تزعل عليه؟ لا. ليه؟ لأن أكرم مش كوير. أكرم قطيع، زي قطاع الطرق كده، بيقطع الطريق على اللي جاي. ما هوش كورة حلوة زي إمام. أكرم بيقطع كويس، لكن الباص الفينش بتاعه مش حلو. فمع السلامة، عادي جدا. اللي يبيعنا نبيعه، احنا مش الجمهور اللي نعيط على لعيبه. برضه استفزني بخصوص التجديدات، يعني استفزني جمهور الزمالك، او بمعنى اصح صعب عليا جمهور الزمالك لما اشوف فيديو زي ده. كل سنة وانت طيب يا زيزو، كل سنة وانت طيب يا زيزو. اوعى ما تجددش يا زيزو، حرام عليك. ده انا بعت الجحش اللي حيلت يا زيزو. ابوس ايدك يا زيزو، جدد يا زيزو. كل سنة وانت طيب يا زيزو، والله بعت الجحش بسببك يا زيزو عشان تجدد. قد الفلوس لمين يا زيزو؟ تعالى يا زيزو. وفيديو تاني زي ده. انا زيزو ده لو طلب من جمهور الزمالك ان احنا ندفع له من جيبه، قسما بالله انا ما بكذب، احنا هنديله كل مرتبنا وهنديله كل جنيه داخل في جيبنا ليه هو مخصوص عشان خاطر يجدد في نادي الزمالك. احنا زي ما بنحبه تمام، وهو لما حبيناش وادانا نفس الحب ده مش هينفع نكمل ولا هينفع. هتدفع لزيزو من جيبك الشخصي؟ قسما بالله ورحمه والدي المتوفي انا ما بكذب. لو طلب ان انا ادفع له من جيبي عشان خاطر تجديده هدفع له، ومش هبخل بجنيه ومش هفكر لحظه. ليه؟ لان انا عندي حرام بصراحة. يعني انت يا ابني تقبض لك 1000 2000 3، عايز تضحي بيهم عشان خاطر زيزو اللي عايز ب100 مليون؟ يا حبيبي، يعني برضو جمهور الزمالك كان قبل كده عنده موقف مع فرجاني ساسي واشرف بن شرقي، وفتحنا حساب وتبرعات وي 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 عشان التجديدات. يا جماعة، انت بتشجع كيان، ما بتشجعش لعيب. انت بتشجع نادي الزمالك. لازم الجمهور يفهم كويس ان هو بيشجع نادي الزمالك، مش بيشجع فرجاني ساسي، ولا بيشجع زيزو، ولا بيشجع امام، ولا بيشجع بن شرقي. لازم ولا اكرم يمشي واحد يجي مليون. ياما عظماء اعتزلوا، ياما عظماء اعتزلوا. الخطيب اعتزل، حسام حسن اعتزل، ابراهيم حسن اعتزل، ابو تريكة اعتزل، حسن شحاتة اعتزل. كل العظماء اعتزلوا. عظماء الكورة كلهم اعتزلوا. الناس اللي بتلعب كورة وبتمتعنا بكورة اعتزلوا. اكرم هيجي له وقت ويعتزل، اشرف بن شرقي هيجي له وقت ويعتزل، زيزو هيجي له وقت ويعتزل. خلاص الكورة هتقف عشان جمهور يقعد يعيط وبعت مش عارف ايه عشان اجدد لك وبعد ابعت لك الفلوس ازاي، والتاني يقول لك اضحي بمرتبي عشان خاطر زيزو يجدد. اما بالنسبه للجمهور الاهلي فاحنا مش عايزين اكرم، حتى ولو اكرم لعيب عنده 2 صليبي قبل كده. الهيستوري بتاعه بتاع المرضي مش هو افضل حاجه. لعيب عالجناه، لعيب صناه ما صناش، فاحنا مش عايزينه. بس في نفس الوقت عايزين صفقات. طلعت لي بيرستاو، طلعت لي احمد عبد القادر، طلعت لي ديانج، جبت لي اشرف داري وهو مصاب كل شويه، عندي رضا سليم مصاب. ما عنديش اجانب. النادي بدون اجانب.
المفروض ان انت بتجيب اجانب عشان تدعم بيهم، عشان تقوي الفرقه، عشان تنافس. سيبك من الدوري المحلي. الدوري المحلي انت تنافس بيه بالناشئين، دوري ضعيف. انت تنافس بالناشئين. شوف اتفرج على بيراميدز، اللعيب اللي هيتصاب في نفس المكان في نفس الكواليتي 3 و2 و3. ده فعلا بيراميدز بقى اقوى سكواد في الدوري. بيراميدز محمود جهاد لاعب فاركو، للاهلي والزمالك عايزينه هنجيبه عشان ما نقويش غيره. العيش زد الاهلي عايزه راح اجيبه عشان الاهلي ما يقفش. عنده القدره، يعني عنده القدره اللي هو يشتري وياخد اللعيبه ويسقعها، بيموت مواهب برضه. فيا ريت احنا نركز في الصفقات. عايزين اخر 5-6 ايام فاضلين في افريقيا، لان احنا نقيد في افريقيا، لازم نجيب صفقات. العش كويس لكن هو مش اعلى حاجه، وربيعه كويس هو مش اعلى حاجه، بس ده اللي موجود، ده اللي موجود في السوق. البنوبي كويس. عندنا ناشئين. المايسترو كولر مش لازم وكيلك هو اللي يجيب اللعيبه الاجانب، يعني ننسى دي شويه، ننسى دي شويه. العمولات ننساها، مصلحه النادي هتمشي، هيبقى اسمك وحش، هتبقى ضيعت تاريخك عشان خاطر العمولات. اتفرج على جوزيه ما بقاش جوزيه غير مع الاهلي، والفينش اللي فنشه مع الاهلي. لكن انت هتمشي له ورا العمولات، هتمشي بفضيحه، والنادي هيقع. الخطيب، كابتن محمود الخطيب، ارجوك بص للنادي شويه، انت ولجنه الاسكواد. مش كل حاجه مدير الفني، عشان خاطر مدير الفني بيدور على العمولات، بيدور على المصلحه. احنا عايزين في حاجه اسمها عمق الاسكواد. فين عمق الاسكواد؟ مفيش. لعبتنا 30 وانت طالع. الناشئ عندنا 30، الناشئ في الفريق عندنا يعتبر 30 33 و34 طب فين كابتن سولية؟ هيديك السنه دي مش هيديك السنه الجايه. رامي ربيعه نفس النظام. ياسر كبر. اتفرج كده على ياسر ابراهيم بيقول لحسين الشحات اللي هو الوينج الاساسي عندك، بيقول له ايه؟ بيقول له انت مش قادر تجري، اللعيبه عارفه انها ما بقتش قادره تجري، مش قادره تأدي. انت عندك محمد عبد الله ومصطفى ابو الخير، تمام، وعمر الساعي. بدأ ياخد، ظهر عمر الساعي كويس جدا. مصطفى ابو الخير لعيب يعني جميل جدا، محتاج ان انت تديله. طلع نفس النظام. ارجوكم بصوا المواهب. عندك بلال عطية مهاجم، برشلونة عايزاه حتى لو معايشة. اطلع يا ابني واهرب، شوف مستقبلك. اطلع معايشة، خد خبرات يا عم. اطلع معايشة وارجع لي تاني، هياخد خبرات لما يتدرب. شوف فكرة تدريبي تاني، هيبقى افضل احلى من اللي هيقتل المواهب عندنا. كريستو مع السلامة، احمد عبد القادر مع السلامة، القندوسي ما هوش اسوأ حاجة، بل هو افضل خط 8 في الدوري المصري حاليا. امام ما هوش وينج شمال، والله امام ما وينج شمال. شكرا.